والحاجه الثانيه انه كتابه الدستور تحت في ظل وجود المجلس العسكري بيدخلنا في شويه متاهات. ايه المتاهات دي؟ اولها احنا كنا بنسمع عن وثيقه السلمي، انا بحب اسميها وثيقه المجلس العسكري، اللي هي كان فيها الماده 9 و10 اللي الدكتور علي السلمي طلع بعديها قال مش انا اللي ضايف المواد دي زي ما اتقال، ده المجلس العسكري اللي قال لي اضيفهم. ماده 9 و10 دي بتخلي المؤسسه العسكريه اللي تاني محتاج احط، للاسف محتاج اقعد اوضح ان انا مش يعني لا، اللي بنكن ليها كل احترام وتقدير، بتدي لنفسها فرصه ان ما حدش يحاسبها. ميزانيتها هي رقم واحد بيتحط في الموازنه بحجه الامن القومي وكذا. لا معلش، الجيش ليه مصالح اقتصاديه كتير جدا في البلد وكلنا عارفينها خارج اطار الاسرار الحربيه، العمل الحربي. ازاي دي ما تتراقبش؟ ازاي موضوع المشاريع القوميه؟ دي مساله بديهيه، انه الجيش ده على عيننا وعلى راسنا وما نقدرش هنتكلم في ميزانيته اطلاقا، انما الشغل الاداري منه، الاقتصادي منه، المش عارف مين منه. لا الحقيقه انا برضو نقطه الكلام على الميزانيه، لا خلينا نشوف دول العالم بتعمل ايه. لجنه في مجلس الشعب بالظبط، في نواب الشعب، الناس اللي انتخبهم الشعب، جزء منهم من حقهم يراجعوا. بالظبط، ففي جزء يشتغل في السريه ديت في لجنه مجلس الشعب يراجعوا الميزانيه. انا مش مطلوب من الشعب يعرف احنا جايبين كام دبابه وكام طياره، لا مش مطلوب، بس الاعمال الاقتصاديه لا مطلوب ان الشعب، مش دي الاعمال الاقتصاديه دي بتاثر على حياتي وحياتك وحياه الناس حوالينا. وبعدين الرقابه دي حاجه صحيه بالمناسبه، كلنا يعني انت لما بتستشعر انه في رقابه حواليك ادائك بيتحسن. صحيح.